السلام عليكم، مرحبا بكم في بودكاست جديد بعنوان انا بيرة. الا كنتي حتى نتيا بيرة ما تنسيش تخلي لي لايك وكومنتير لتحت وتقولي لي شنو هي العباره اللي كتسمعي بزاف كونك حتى نتي في العشرينات ومازال ما تزوجتي. غالبا غتكوني كتسمعي قربتي ل30 ومازال ما تزوجتيش. ناري اختي هرب عليك التران. اختي شكون قال لك انا هرب عليا التران؟ شكون قال لك انا اصلا راني كنركب في التران ما كنشدش الطياره مثلا اولا غير الكار اولا كتسمعي كرانات كتزوجوا وانتي مازال؟ اختي اللي تزوجات الله يسهل عليها. كاع دوك اللي كنسمعوهم كيقولوا تزوجوا كيقولوا الزواج الله يخليها سلعه، بصح كون بقينا حتى حنا ديال راسنا بعض البعض بطبيعه الحال. اولا كتسمعي غتولي ميمه. واحد المره فاكره قالت لي اللحم كنديروه في الكوكو دابا وما يطيبش، عتروس انا لطاسيلتك طينا علي ما يحشم. اولا كتسمعي تزوجي بكري باش ديري ولادك على بكري. ياك اختي انت دابا غتعرفي احسن مني. ايوا البنت لو وصلت ل30 صافي ما كتبقاش تولد. ياك الغزاله العليمه قريتي طب تعيتي وليتي عارفه بلا راه وصلت 30 صافي ما نبقاش نولد. انتي عرفتيني انا جينيا وعلميا. باز بزاف د الجمل كتولي البنت تسمعهم في فتره العشرينات وخصوصا اواخر العشرينات. الا كانوا كيدلوا على شي حاجه فانما كيدلوا على جهل وحقاره وغباء بعض الناس. جهلهم بان الكلمه الطيبه في الدين ديالنا راها صدقه، يعني غير كلمه زوينه اللي قلتيها لشي حد راه كتدي عليها الاجر عند الله اللي غينفعك في اخرتك. وتخيل ومع ذلك مازال كتسمع بنادم كيخرج من فمو هضره قبل ما يراجع نفسه ويشوف واش هي جمله تقدر تأذي داك الشخص وتشرح وتخلف ليه شي اثر نفسي اللي بقى مصاحبه طول السنين د حياته، ولا يحبطوه ويخليه ما قادرش يزيد لقدام بسبب ضعف شخصيته. حيت راه كاين ناس اللي ابسط حاجه تقدر تضرهم وتبكيهم، وهادشي كيرجع لانه من هو صغير وهو كيسمع ما لا يرضيه، كيسمع هضره مسمى الضحك للاسف، واللي كل مره كتكسر قلبه وخاطره وكيخليها مخبيه في الداخل ديالو حتى كينسى باللي راه كاينه. ولكن الدماغ ما كينساش. راه من الحقاره انك تلفظ كلمات اللي هي جارحه ولا تخرج من فمك هضره بدون وعي وتقول راه ضحك ولا غير رأي. بعض المرات داك الرأي وخاصك تزيدو في راسك تخليه عندك حيت حد ما طلبوا ليك. والضحك ما عمره ما كان بسبب اننا نجيو على شي حد ونكسروا له خاطره ونمرضوه، حيت غير حنا اللي كنضحكوا هو راه كيتضر ويتألم لداخل، وهادشي كيكون الاثر ديالو على النفس والروح ديال الشخص خايب بزاف. وغباء منهم لأنهم كيفكروا بدون منطق وبدون استحضار للعقل. ربما العدم معرفتهم لأنهم تهم نشأوا في وسط اللي تهم كانوا كيسمعوا فيه نفس الهضرة اللي كيقولوا حيت الشخص ابن بيئته. فين ما كبرتي وسط من كبرتي غادي تطلع بنفس الترابين ونفس الأفكار واخا شنو تكون. إلا عقلك صغير ومحدود فين ما مشيتي غتبقى ديما مغروسة فيك ديك الأفكار الكلاخية والرجعيه بان البنت الا ما تزوجاتش راه كتولي ناقصه ولا عاله ولا ما غتولدش. لا العلم ولا الدين كيقول هادشي، وحنا في حياتنا كنستاندو ونرجعوا غير لهاد الجوج كاشخاص واعيين وقرينا واحد شويه، وحتى اللي ما قاريينش ربي خصهم بالعقل والحكمه وكيفكروا 1000 مره عاد كيهضروا. حيت راه ماشي مسكينه اللي مازال ما تزوجاتش وهي قربات 30 ولا حتى 40 ولا حتى 50 وما بقاش عندها فرصه انها تولد، لكن نتو خايفين عليها مسكينه انها ما تولدش مثلا على حسن نيتكم الزوينه. نقول لك بالله راه علميا في المراه يمكن لها تولد حتى لو وصلت ل 48 سنه فما فوق، حيت داكشي كيختلف من مرأة الاخرى ويقدر يكون مشكل الا كان شي عامل وراثي بحال يكون الزوج والزوجة من نفس العائلة، ولا يكونوا مشاكل جينية. إلا دخلتي قلبتي غير شوية غتفهم أكثر، حيت أنا ماشي طبيبة، أنا بحالي بحالك. الفرق أنني كنقلب نفهم راسي
ما نسينش الناس شنو كتقول. وحتى في الدين ديالنا راه الآية 40 من سورة آل عمران جاء فيها: قال ربي أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وهذه الآية كتفسر راسها. وكاملين عارفين أن الله رزق النبي زكريا عليه السلام بالنبي يحيى عليه السلام وهو كبير في العمر، ومرته كانت عاقر أي ما كتولدش، وكانت هي كبيرة في العمر. وحيت ماشي انت اللي غتحكم ولا انا، الحكمه تكمن عند الله اللي خلق داك الشخص واللي كتب ليه رزقه قبل ما يتزاد، اللي خلقه مخير وعطاه عقل باش يعرف يختار الشخص اللي غيكمل معاه حياته. حيت هذاك سميتو شريك الحياه، وهذاك الزواج يعني الدوام، يعني مسؤوليه. وبالشخص اللي غتختار تكمل معاه حياتك خاص يكون متوفر فيه الرحمه، الوفاء، المودة، الحب، الخوف من الله. شخص اللي صالح، اللي قبل من أي حاجة يكون كيخاف الله فيك ويكون كيراعي ليك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أي أن الرسول كينصحك تزوج بذات الدين، ماشي ركز ليك على انها تكون زوينه ولا عندها الفلوس ولا بنت عائله كبيره. هادشي ما كيعيبهاش، من حقك تشوف الزين والفلوس، ولكن اهم حاجه تختار ذات الدين. ونفس الشيء كينطبق عليك اختي، حيت هادشي اللي خاص تشوفي، ماشي الطوموبيل في الدار. خاص الشخص يكون واعي بكلمه الزوجه، عارف ما له وما عليه، عارف انه مزوج انسانه بحاله، روح وجسد، بل أنها أضعف منه كاع، لأنها كتبقى خلقت منه، من ضلعه الأعوج. هذيك راه خرجات من ضلعك، فهمتي؟ يعني منك، جزء منك، وماشي هي اللي ضلعها عوجة ولا ناقصة عقل، بل حنينة وعاطفية أكثر من عقلانية، عكس ديالك انت. ربي خلقها هكاك، ولا تقول انها ناقصه دين بمعنى انها ما عرفاش في الدين ولا ما كديرش به، العكس، بل انها بسبب العاده الشهريه اللي كتجيها في كل فتره في الشهر، ربي كان رحيم عليها وعفاها من انها تؤدي واجباتها الدينيه حتى تكون على طهاره ومرتاحه جسديا. حيت راه داك الفتره كتكون كتعاني وكتألم جسديا ونفسيا. علاش كتعقدوا وتصعبوا الحياه على بنادم، على ولادكم ولا صحابكم ولا أقاربكم، مجرد أنكم أشخاص تافهين وسطحيين وبعض الأحيان مرضى نفسيين، كتطلقوا سمكم وحسدكم وحقدكم في كل مرة تاحت لكم الفرصة أنكم تأذيوا بنادم بكلامكم الجارح، وكتدخلوا في أمور اللي ما كتعنيكمش، أمور اللي ما كتخصكمش. علاش كتدخلوا في حياة الناس وانتم براسكم ما كتبغيو حد يتدخل لكم في حياتكم؟ دعوا الخلق للخالق. نساو شويه عباد الله، نساو ديك اللي مازال متزوجات ولا خدمات ولا ولدات، شوفوا شي شويه راسكم، جلسوا مع نفسكم وراجعوا نفسكم وسولوا راسكم اشنو درنا لغدا قدام الله، اشنو وجدنا ليه النهار اللي ما غيبقى لا لسان لا املاك لا ولاد لا راجل لا خدمه لا زواج لا ديور لا فيلات لا فلوس في البنك لا طوموبيلات. شنو غتكونوا لله فاش توقفوا وحده وتكونوا فرحانين حيت كنتو كتصليو وتصدقوا وتصوموا، ويجي وقت الحساب وتلقى واحد الصف الناس ما مسامحينكش؟ تخيل المنظر، تلقى واحد الدرينكه ديال عباد الله واقفين كيسينو ياخذوا منك دوك الحسنات اللي انت كتظن انك كنتي جامع. تجي تشوف السبب تلقاه كلمه، تلقاها جملة خرجات من فمك بدون وعي وبجهالة. تقوا الله في أنفسكم، تقوا الله وتعلموا تدخلوا سوق راسكم. وحتى لبقات فيكم اللي مازال متزوجات، قلبوا ليها على الراجل، زوجوا اخوتي وهنيونا، راه هادشي فيه الاجر، بلاصه اللي تشرح وتادي دير الاجر بعدا. انت ما عرفتيش ولا ما قدرتيش بسبب سمك وقفتي تزوج راجل احسن منك مثلا اختي ولا من بنتك خالتي، ستيها فمك
حسني غير بالذكر والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ما تنسوش تصليو على الرسول، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب. شكرا لكم على الاستماع، وكنتمنى أنني كنت المهم كنتمنى أنني نكون خفيفة على قلبكم في كل مرة كتستمعوا ليا ولا كتفرجوا في شي فيديو ديالي. شكرا لكم بزاف حيت متابعيني، وما تنساوش إلا عجبكم البودكاست أنكم تبارطاجيوه مع الناس اللي قراب لكم وصحابكم وعائلاتكم وأحبابكم وتا الجيران بركاكاتكم. تهلاو.